قالوا في سؤالهم الثاني: ما نصيحتكم في تفادي الخلاف والمشاكل بين الزوجين؟ وكيف نحل المشاكل إذا وقعت؟ نحن دائما ننصح المرأة بأن تصبر على زوجها، وننصح الزوج أن يصبر على زوجته، ودائما ندعو إلى أن يجتمع الزوجان على العشرة الحسنة وعلى الأخلاق العظيمة. وهكذا ننصحهم أيضا بأن المرأة إذا اشتكت لا تشتكي إلا لزوجها بأدب ورفق، وهكذا الزوج يصبر على زوجته ويدعو لها، ولا يكون غليظا فظا في بيته، بل خيركم خيركم لأهله كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا وقع منها خطأ يأمرها وينصحها برفق، وينظر إلى الأسباب، ويتجنبون الأخلاق السيئة، ويتحاكمون إلى الشريعة عند الاختلاف. الله عز وجل أوجب طاعة الزوج، وجعل طاعة الزوج أوجب من طاعة الأب والأم، وهذا للأسف لا يفهمه كثير من النساء. لو أن النساء فهمت هذا فهما عظيما وفهما واضحا ظاهرا بينا لما حصل كثير من الخلاف. لكن المرأة أحيانا ترى نفسها في مقابلة الزوج رأس برأس، فتجدها تتصرف وكأنها الرجل في البيت. لو عرفت قدر نفسها وعرفت أن القوامة للرجل لكانت أفضل وأحسن، وكان ذاك خيرا لها ولأولادها وبيتها. في المقابل نقول لهذا الزوج: اتق الله في نفسك، لا تظن أن الله جعل لك القوامة حتى تبطش بهذه المسكينة وتظلمها وتكون غليظا فظا. اتق الله وكن رفيقا، فقد ذكرنا الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ارجع للشريعة، اسأل أهل العلم فيما اختلفتم فيه. وهكذا إذا ما استطعتم أن تحلوا هذا الخلاف، فالله عز وجل أمر بأن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ولا يبتدئان بالطلاق ولكن يبتدئان بحل هذه المشكلة. ولا يجوز التخبيب، فكثير من الناس للأسف لا يحسن أن يحل المشاكل لكنه يكون سببا في الفرقة. اتركيه، فارقيه، لا تسمعي كلامه، اهجريه، عندك مال، عندك كذا. نقول لها: اصبري من أجل أولادك وبيتك، وانصحيه برفق وسيصلح حاله، لا سيما إذا كنت تدعين له، فتكوني عاقلة وصابرة وتستعينين بالله وتنصحين برفق. إذن هذا هو ما ننصح به في الخلاف بين الزوجين.